عارف لما امك تبعتك تشتري حاجه من السوبر ماركت وانت قاعد تلعب ببجي؟ شوف بتكون قاعد زهقان ازاي، ومهما فهمتها انها لعبه اونلاين مش هينفع تسيبها دلوقتي، مش هتشوفها غير انك واد ولا بلاش. فتنزل تشتري الحاجه اللي هي عاوزاها فتلاقي المحل قافل، فترجع ليها فتلاقي الرد التلقائي المنتظر، ما انت نازل قلب وشك هتلاقيه فاتح ازاي. ساعتها بتقعد تفكر مع نفسك، هو ايه العلاقه؟ هو انا اللي قفلته يعني؟ ما هو اللي مقفول لوحده. عاوز اقول لك ان بصراحه امك معاها حق شويه، انت مسؤول عن قفل المحل بتصرفاتك. طب ازاي؟ ايوه بقى ركز معايا وانسى الحاجات اللي الحاجه بتطلبها منك دي لو تخلص، وخلينا في موضوعنا. هل الايمان ثابت ولا بيزيد وينقص؟ وهل الايمان ده رزق من عند ربنا ولا نتيجه جد واجتهاد مني؟ وهل الكافر ده كافر بمزاجه ولا عليه غضب من ربنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه كل ما سبق. في البدايه، هو يعني ايه ايمان؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء خيره وشره. ايوه برضه يعني ازاي؟ مش فاهم قصدك ايه؟ ايه الطريقه اللي بتعبر فيها عن ايمانك ده؟ انا هقول لك بقى. أن تسلم أمرك كله لله، ألا له الخلق ألا له الأمر. أي حاجة بيقولها ربنا سبحانه وتعالى سمعا وطاعة، حتى لو مش مرتاح ليها. ومش معنى كلام إنك ما تغلطش، لا اغلط، ما أنت بشر، بس افتكر إنك لما تعمل ذنب خليك معترف إنك بتعمل ذنب وما تكبرش. نيجي بقى لسؤال مهم، هل الإيمان رزق أم اجتهاد؟ بص، من الآخر الإيمان رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. أي حاجة حلوة بتعملها في حياتك فربنا سبحانه وتعالى هو اللي أعانك عليها وهو اللي ألهمك الصواب. سيدنا موسى عليه السلام كان بيقول: ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة. إن أصلا أقدر أشكرك وأقدر نعمتك ده في حد ذاته نعمة تستاهل الشكر عليها. طب هل ربنا ظالم بيرزق حد ويسيب التاني؟ حاشا لله طبعا. ربنا بيرزق اللي فعلا عاوز يؤمن. لما تشوف البشر على مدار التاريخ مؤمن او كافر بتلاقيه عايش حياته بطريقه من طريقتين. يا اما بني ادم بيبحث عن الحقيقه، عاوز يشوف الحق فين ويمشي وراه، جايز لاقيه وجايز لا، بس المهم انه بيسعى، وده بيتوقف على بصيرته وذكائه. لكن المهم ان كلهم بيتفقوا على نقاء القلب. ساعتها بقى بيجي تدخل الهي وربنا سبحانه وتعالى بيرزقه الايمان. اهو ده الحق بيجي له لحد عنده على طبق من فضه. واكيد قدامك امثله كتيره جدا حتى في حياتك انت. ربنا بيوصلك سبيل او شخص تعرفه بيعرفك بالله وبيساعدك على الطاعه، حاجه غيرك ممكن يعيش حياته كلها من غير ما تحصل. فيبقى ده رزق من عند ربنا ولا لا؟ ودي لوحدها عايزه شكر وحمد ربنا طول عمرك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله مع المحسنين. انت كل مطلوب منك انك تشغل نفسك بالله وربنا هيهديك سبيل الرشاد. نيجي بقى للنوع الثاني. النوع ده بيكون عايش نفسه وشهوته ونزواته، مش شايف حد في الكون غير نفسه، انا ومن بعد الطوفان، وده مش فارق معاه الحق فين اصلا. النوع ده من الناس ربنا بيرزقه هم على همه وبيبعد عنه طريق الرجوع والاصلاح. بيكون شايف الحق قدام عينه كده لكن على عينه غشاوه، مش عاوز يؤمن بالله. ربنا طمس على قلبه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه فلهم عذاب عظيم. وكمان بيقول: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. وايضا سبحانه وتعالى بيقول: كلا بل ران على قلوبهم بما كانوا يكسبون. وكمان بيقول: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. شفت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل لما ربنا نفسه بيقول لك إنه مش عاوزك. دي أصعب حاجة ممكن تحصل لأي إنسان. مهما خسرت في حياتك مش هتخسر قد من ربنا مش عاوزك. أنت عارف أنت هنا خسرت إيه؟ أنت خسرت الجنة. قول لي بقى، مهما كسبت من الدنيا كسبت إيه قصاد الجنة؟ طب أنا دلوقتي مش عارف، حاسس إن إيماني ضعيف وخايف يكون ربنا غاضب عليا وختم على قلبي، أعمل إيه؟ لو حاسس إن إيمانك قل بسبب حاجة اعكسها. يعني لو بتعمل ذنب معين بطله هترجع إيمانك تاني. لو بتعمل طاعة معينة وقفتها ارجع لها تاني هيرجع إيمانك تاني. وتذكر: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني أنت ما تفكرش لما تقرأ المصحف كله في يوم واحد وبعد كده ما تفتحوش كده كويس، لا، اقرأ كل يوم حتى صفحة بس داوم عليها. لازم تجدد إيمانك باستمرار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالإيمان بيزيد بالطاعات وبيقل بالمعاصي. فالإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. طب ده كلام مبهم أنا مش فاهم منه حاجة، قول لي خطوات عملية عشان خاطر أمشي عليها. بص يا سيدي: 1. التسليم لله سبحانه وتعالى. فلله قوة كونية خلق السماوات والأرض، وقوة تكوينية أفعاله، وقوة كلامية وهو القرآن الكريم. لازم تسلم كل حاجة لله سبحانه وتعالى. الله خالقي، الله ناظري، الله مطلع علي. باستمرار لو تعمل ذنب قول: ربنا شايفني. يقول رب العالمين في الحديث القدسي: عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك. لما تقعد مع نفسك وتغضب ربنا وانت لوحدك شوف هتقول ربنا ايه يوم القيامة. افتكر ربنا خصوصا في الخلوات. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما، أن يحب المرء ما لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه.
كما يكره أن يقذف في النار. الحديث ده لخص كل حاجة، وكلها حاجات أنت بتعملها بقلبك مش بإيدك، يعني سهلة، وكمان الثواب بتاعها مش إنك هتكون مؤمن، لا ده أنت هتذوق حلاوة الإيمان. 2. القرآن، لازم تقرأ القرآن باستمرار، فحق القرآن أن تقرأه وتتدبره وتفهم معانيه وتعمل به وتعلمه للناس. كده يبقى أنت اديت للقرآن حقه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن علاج فعلا، بس علاج للقلوب. ولو انت قلبك قاسي ومش عارف تعبد ربنا ولا تؤمن بيه حق الإيمان، اقرأ القرآن هيساعدك كتير. وافتكر ان مرض الأجساد بينتهي بالموت، انما مرض القلوب بيبدأ بالموت. 3. التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. يقول رب العالمين: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. عبادة التفكر دي عبادة مغفول عنها خالص، مع إنها مهمة جدا. شوف السماوات والأرض، وشوف النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ربنا سبحانه وتعالى شايفها. وشوف وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. وكمان: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. مفيش حاجة في الكون إلا وربنا سبحانه وتعالى عامل لها نظام قوي جدا ودقيق جدا. فسبحان الله، بعد ما تتفكر في الكلام ده كله، يا ترى لسه إيمانك ضعيف؟ يا جبروتك يا أخي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكون كله بيسبح بحمد الله، الجماد والحيوان والنبات، فأنت اللي محتاج ربنا والله، مش هو اللي محتاج لك. 4. الطاعات. فعلك للطاعات بيقربك من ربنا سبحانه وتعالى وبيزيد من إيمانك. بص، لو أنت بتصلي وبتصوم وتقرأ قرآن ومش بتحس بأي حاجة، برضه كمل على اللي أنت بتعمله. أنت بقى بتعمل اللي عليك، ربنا سبحانه وتعالى بقى هو اللي هيرزقك الإيمان. نتيجة جدك واجتهادك ربنا هيرزقك. 5. البعد عن المعاصي. الكارثة الحقيقية إن كل ذنب بتذنبه بيبعدك عن ربنا ويخلي الطاعات بالنسبة لك تقيلة جدا. كل ذنب بتذنبه بينبت جواك نقطة سوداء لحد ما يبقى قلبك عامل زي شاشة الموبايل وهو مقفول والدنيا ضلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. في الأول بس كده الله على الوصف اللي قاله الرسول عليه السلام في الحديث ده: فداك أبي وأمي يا رسول الله. الحديث ده قمة في الروعة في الوصف. كل عمل خير بتعمله بينبت جواك نقطة بيضاء لحد ما يكون قلبك عامل زي الحجر الأملس كده اللي ما فيهوش شكوك خالص، مهما جه عليه من المطرة والذنوب والمعاصي مش هيأثر فيه، ما هو أملس مفيش حاجة بتأثر فيه. ولو تعرضت للفتن وشهوات الدنيا كلها ربنا هيكون حميد. النوع التاني كل شوية بيعمل ذنوب، ده بينبت جواه نقطة سوداء واحدة ورا واحدة لحد ما قلبه يكون اسود عامل زي الكوز المقلوب اللي مهما حطيت عليه من أعمال خير مش هتدخل جواه، ما هو مقلوب ومش هيحتفظ بحاجة. فاللهم اعف عنا واحفظ لنا إيماننا. 6. الصحبة الصالحة. بص، طول ما انت لوحدك شوشو مش هيسيبك مهما كنت هركليس في نفسك. لازم صحبة صالحة تعرفك بالله وتساعدك على فعل الخير. ادينا شفنا الصحابي اللي هاجر للحبشه، اللي هو بعد كده تنصر وادمن الخمر ومات على الكفر. وهنروح بعيد ليه؟ شوف صحابك اللي بيسافروا اوروبا، كم واحد فيهم بيفضل ملتزم؟ علشان معهوش صحبة صالحة. فاحرص على الصحبة الصالحة يزداد إيمانك وتحافظ عليه. 7. أخيرا، خير الأعمال أدومها وإن قل. ربنا يبارك لك، اثبت على اللي انت بتعمله، ما تزودش غير لما تكون مستعد للزيادة. اوعى تنط نطة كبيرة مرة واحدة ترجع أسوأ مما كنت. خليك رزين كده واطلع واحدة واحدة، ولو بتعمل خير بسيط بس دائم أحسن لك. اعتبرها شغلانة، وظيفة بمرتب ثابت، مش كبير صحيح بس مش بتقطع، أحسن ما تكسب في مسابقة مين بيكح أكتر من التاني وتاخد الفلوس تصرفها كلها على حاجات هيص. انت عارف الشركات لما تحب تمشي حد بتعمل ايه؟ بتقعد معاه كده وتقول له: بقول لك ايه، تاخد مكافأة كبيرة وتقدم استقالتك. وخلي بالك الشركات ديت مش بتحب تخسر، فبتعمل كده لمصلحتها مش لمصلحتك انت. فشوف كده مصلحتك فين واعملها. في النهاية الإيمان ده رزق من عند ربنا بيرزق بيه عباده الصالحين وبيمنع عنه أصحاب القلوب الغليظة اللي مش شايفين غير نفسهم وبس. بيزيد وبينقص باستمرار. مفيش قدامك غير الدعاء لله سبحانه وتعالى: اللهم حبب إلينا الإيمان في قلوبنا وثبت قلوبنا عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أنا كده خلصت. سلام عليكم.